أن لا تحملها الجبال. 12 من شهر أكتوبر عام 2015 كان اليوم الذي انقلبت فيه حياتي وحياة أسرتي رأساً على عقب. ظهر ذلك اليوم خرجت من مدرستي في حي الشيخ جراح ومشيت نحو موقف المركبات العمومية لأستقل حافلة تقلني نحو منزلي في بلدة بيت حانينة. وخلال سيري تفاجأت بشرطي يطلق نحوي 14 رصاصة أصابت جميعها يدي اليسرى من المرفق حتى الكتف، فتهشمت عظامي وتمزقت الأوتار، وأتلفت الرصاصات 80% من الأعصاب في هذه المنطقة. نقلت وحيدة إلى المستشفى بعد منع والدتي من الوصول إلي، وهناك كبلوا يدي السليمة بالأصفاد وقيدوني بالسرير. أما يد المصابة فأجريت لها عمليات جراحية تم خلالها تثبيت البلاتين